لو حابين تعملوا سلطة بابا غنوج زي اللي بنجيبها من مطاعم وأنضف وأحسن بكتير وبطريقة سهلة جدا، وفي دقايق بتكون جاهزة معاكي، وطبعا مفيدة جدا، وطبعا شكلها واضح. وطبعا اضغطوا لايك كده، واللي ما اشتركش في القناة باسم مطبخ أم ضنا يشترك. ويلا بينا نشوف عملنا مع بعض البابا غنوج ازاي. دلوقتي معايا طبعا بتنجانتين حجمهم كبير كده بالشكل ده، طبعا مغسولين كويس جدا. نروح بقى على عين البوتاجاز وهنشويهم بالشكل ده كده طبعا. كل شوية بقى بنقلب بتنجانة بتاعتنا من الجنب ده للجنب ده لما تتشوي كده وما تتحرقش. وده شكلها بعد ما استوى طبعا، ومقشرة ومش محروقة خالص، واضحة جدا. هطفي عليها بقى دلوقتي واسيبها تهدى شوية كده، ونجهز مع بعض سلطة الطحينة او الطحينة، عشان طبعا بابا غنوج يبقى طحينة على طول. تمام. دلوقتي انا معايا ده رغيف عيش بتاعنا، العيش البلدي العادي، مبوشاه كده في ميه، وهصفيه من الميه كويس جدا، وهنزله في الكبه بالشكل ده. طبعا دي طريقتي في الطحينة، وما شاء الله بتدي كمية جميلة وطعمها حلو جدا، وبتبقى تقيلة، قوامها تقيل كده وخام زي اللي بنجيبها من المطاعم. وطبعا اللي يعني بناكلها في الافراح مع عند الطباخين وكده بتبقى جميلة كده برضو. بتبقى نتيجتها حلوة جدا. ننزل على العيش بتاعنا بقى دلوقتي وفصين توم ومعلقة كبيرة خل. ودلوقتي بقى معايا ده طبعا طحينة، دول ب20 جنيه، طحينة سايبة شاريها من بتاع العسل والطحينة، طحينة بيضة طبعا. دلوقتي بقى هنزل بقى بإيه، بنص كمية الطحينة اللي معايا دي كده في الكبة برضو. دلوقتي هنزل عليها بعصرة ليمونة بالشكل ده كده. وما تنسوش تضغطوا لايك، وذرة ملح طبعا، نص معلقة صغيرة ملح بالشكل ده كده. ودلوقتي بقى هضرب المكونات دي كلها كده في الكبة. بالشكل ده كده. دلوقتي هفتحها بقى واشوف قوامها. ننزل عليها دلوقتي بنقطتين كده، مقدار 3 معالق مية سخنة مغلية، طبعا عشان نخفف قوام الطحينة شوية. ونضرب تاني. وكده خلصنا الطحينة بتاعتنا، طبعا جميلة جدا وسهلة. ونشوف قوامها بقى دلوقتي. دلوقتي انا عندي بقى برطمان نضيف كده مكان نوتيلا طبعا ومغسول. دلوقتي هصب الطحينة بتاعتي كده، طبعا قوامها واضح جدا ما شاء الله، وعملت معايا كمية حلوة جدا. الطريقة دي سهلة ومضمونة 100%، اعتمدوها. احفظوا الفيديو عندكم وهتعتمدوا الطريقة دي لو جربتوها. وطبعا الطحينة تتقدم مع جميع الأكلات. وكده الطحينة بتاعتنا خلصت. دلوقتي بقى نبدأ نجهز مع بعض سلطة البابا غنوج. نقشر بقى البتنجان بتاعنا طبعا، يعني برد شوية كده طبعا، مش قوي بس يرتاح معانا شوية كده. والقشرة بتاعته سهلة، بتقشر بكل سهولة. وما شاء الله ما خدش مني على النار يعني 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير وكان استوى. ما شاء الله. والبتنجان بتاعي ملحم كده وابيض وجميل جدا. وطبعا الكبة بتاعتنا مكان الطحينة اللي احنا عاملينها دلوقتي. نقشر البتنجان بقى بالشكل ده، سهل التقشير جدا ما شاء الله، مكرمل ومستوي وجميل جدا.
بتقشر معانا بكل سهولة. وعاملين كمية حلوة جدا نحطها في التلاجة، الأولاد بيحبوها ودايما مش متوفرة في المطعم، فاحنا بنحبها فحبيت ان انا اعملها له. وفيديو بسيط كده، يا رب تستفادوا منه. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك، وننزل بقى البتنجان بتاعنا بالشكل ده كده في الكبة. وهنزل عليه كمان بمعلقتين طحينة كمان. طبعا الغنوج بيحب الطحينة، فطبعا لابد ان احنا نزود له. هنا معايا 4 فصوص توم وعصرة ليمونة. وهنا بقى الفيديو فصل وانا كنت بضيف ملح قبل الخل، ده كان ملح وكمون وسنة شطة بسيطة، وبعد كده ضفت معلقة خل ومعلقة زيت بسيطة، يعني يفضل ان هو يكون زيت زيتون بس مش متوفر عندي حاليا. نص معلقة ملح ونص معلقة كمون ونص معلقة شطة صغيرة. ونزلت دلوقتي برضو الفيديو فصل وانا بكب المايونيز، معلقتين مايونيز، وده اختياري بس ما شاء الله يعني بيدي قوام حلو جدا للبابا غنوج بتاعنا. وده قوامه ما شاء الله خلص كده معانا وسهل جدا، كمية حلوة ما شاء الله. الله على الجمال بجد، تحفة تحفة جدا. تنزل عليه بنقطتين زيت كده، طبعا زي ما قلنا يفضل زيت زيتون. ومعلقة طحينة بقى اختياري كده للتزيين. وسنة بس ايه كاتشب كده اكسر اللون، بس ده طبعا بره الوصفة خالص، بس عشان نكسر اللون الابيض ده كده. وبكده نكون عملنا احلى سلطة بابا غنوج باحلى طحينة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ودمتم في امان الله، واشوفكم في فيديو جديد.